السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حرفيا في فيديو اسطوري. الفيديو النهارده يبقى ضمان. احنا هنفتح باكجات لمده 3 ايام، مجمع الباكجات كلها النهارده وهنشوف طلع لنا مين في ال3 ايام. ولكن قبل ما نبدا ركز اشتراك، عايزين نوصل على كل مشترك ان شاء الله قبل العيد. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ونيجي بقى هنا لليوم الاول. طبعا هنفتح الاول باكت ال 3000 جوهره اللي طبعا دلوقتي معانا 14000 جوهره. عايز تعرف الجوهره دي كلها جبناها منين؟ هسيب لك ان شاء الله افتكر يعني، واحط لك الرابط بتاع الفيديو تحت في الديسكربشن. فالفيديو ده جبنا فيه 26000 جوهره. المهم في لعبه كتير احنا عايزينها، فاحنا نسمي الله ونفتح. بسم الله. اللهم جاريس بيل ولا بوفون ولا كريستيانو، اللهم اي كائن فضائي منهم. فان شاء الله يعني الفيديو نعمل كده ايه، اي ثغره نقلب كده في طاقات اللعيبه. نفع معانا الجليتش ده قبل كده وطلع لنا كانت شنهلوج للناس القديمه اللي فاكره يعني. فساعتها كان اقوى لاعب 103، طلع لنا كان 102، يعني كان الحظ نوعا ما كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم مع اول باكه في الفيديو بتاع النهارده. بسم الله. يا رب يا رب. يا عم بدري، يا عم بدري اهو. الاسطوره بدر حرفيا اللي عرفنا في الباكجات. كل يوم كل يوم لازما يطلع لي بدر. حرفيا قرفني والله العظيم، قرفني يا عم. فنروح نبدل الولا بدر ونشوف هيكون معانا كام نقطه. يعني احنا حرفيا جمعنا نقط كتيره جدا من الحدث. جمعنا الاول 750 نقطه وجبنا تورام. بعدها جمعنا كام؟ بعدها جمعنا 600 نقطه جبنا ايتو. فجمعنا عدد كبير جدا من النقط، وان شاء الله هجمع كمان 800 نقطه علشان هجيب الاسطوره روديجر قلب دفاع 107. حرفيا هيكون عندي روديجر 107 وجنبيه تورام 107. انا قفلت الدفاع وراه فان der سار كمان. حرفيا ما فيش حد عارف يجيب فيها جوان. ف ونايس مان وكمان بدري. يعني بالظبط هيكون معانا كام نقطه؟ هنشوف هيكون معانا كام نقطه. قول لي برضو انت جبت مين من قسم المعرض. يعني انا جبت زي ما بقول لك تورام، وكمان ان شاء الله هجيب روديجر لو ما طلعليش، وده كده كده مش هيطلع لي. وكمان هجيب جبت سامويل ايتو 106، وكمان دخل في التشكيله عندنا. فالتشكيله الصراحه تبقى اسطوريه، وكده نكون خلصنا اليوم الاول. بقى معانا 290 نقطه، وكمان طلع لنا منه للاسف الضعيف جدا بدري. ندخل بقى كده نجرب كده الحظ، يعني نفتح باكت 2500 جوهره. لو اللاعب طلع 99 او ضعيف هنحطه في مقايضه الوقت الاضافي، ولو طلع فوق ال 100 هنحطه في قسم المعرض. فبسم الله الرحمن الرحيم باكت ال 2500 جوهره. اصلا حبيبي والله. ده انا اقول لي واتكنز 99. للاسف الحظ وحش جدا النهارده. هندخل بقى على اليوم الثاني. ندخل بقى على اليوم الثاني. طبعا اللعبه هنا بتقول لنا ان في لايف ان شاء الله تقريبا هيكون يوم الاثنين لحدث الكرنفال. هينزل ان شاء الله حدث الكرنفال، وكمان هينزل حدث لشهر رمضان، كمان هينزل حدث من نيون حاجه زي كده. وان شاء الله هعمل فيديو تسريبات وكده، وهعرفك كل التسريبات دي ان شاء الله في فيديو جاي. فسلسله تسجيل برضو كنت عايز اعملها الصراحه، ولكن نوعا ما هتبقى غاليه شويه وهتدينا حاجات نوعا ما ملهاش لازمه. فطبعا كالعاده نفتح باكت ال 3000 جوهره اللي ما لناش غيرها. ولكن عايزين نعمل كده ايه، اي ثغره اي جليتش كده ايه يكون غريب. بس نفتح الاول كده على طول ولا ايه؟ انا نفسي في مالديني، نفسي في مثلا في روديجر، نفسي في مين تاني؟ راح فين؟ في فان دايك. نفسي في واحد من الثلاثه ان شاء الله. فنحط مثلا ايه، نبدل في المراكز اللي احنا عايزينها. انا عايز خط وسط وعايز قلب دفاع. فنحط مثلا هنا مكان نبدل روي كوستا بستام، نحطه قلب دفاع. ونحط مثلا ولا حج ده نحطه صانع العاب ونفتح. فكده انا عندي لاعب ضعيف في قلب الدفاع ولاعب ضعيف في صانع الالعاب. فان شاء الله كده ايه، ان شاء الله كده يطلع لنا واحد من الاثنين. فطبعا في صانع الالعاب عندنا مين صانع العاب كويس؟ عندنا رونالدينيو صح؟ عندنا رونالدينيو، عندنا تورام ده طبعا طلع لي فانا مش عايزه خلاص. انا اسف، انا دوست عليه من غير قصد والله العظيم. فان شاء الله اللهم مالديني، اللهم روديجر، اللهم اي كائن منهم. فبسم الله الرحمن الرحيم مع الباكة الثانية او الباكة الثالثة في الفيديو بتاع النهارده. يا رب يا رب مالديني او روديجر. بسم الله. ان شاء الله كده لاعب اسطوري. يا عم فريمبونج، يا عم فريمبونج عرفني برضه يا جدعان. 101 للاسف. فريمبونج تقريبا هو اصلا ليه نسخه 105. فليه ما تطلعليش النسخه ال 105 يعني؟ انا ما عملتش حاجه ولا مصلي الجمعه والله العظيم. فللاسف في اليوم الثاني طلع لنا فريمبونج من باكة ال 3000 جوهره. ندخل يا جماعه. عندنا باكة في المقايضه. هنشتري 3 لعيبه 98، ونعمل الباكة اللي هي بتديك 2 لعيبه من 98 ل 107 من التوتي، اللي هي الباكة دي هنعملها مع بعض. ويعني لو طلع لنا لعيبه
99 وكده هنحطهم في مقيدة الوقت الاضافي، لان في فيديو جاي حرفيا تقريبا هينزل يوم السبت الجاي، ده هيكون اقوى فيديو في القناه حرفيا، فالفيديو ده هيبقى قوي جدا، فاشتركوا عشان الفيديو ده هيكون قوي. فنفتح باكت الوقت الحلو، طالما الكوات يبقى حلو يبقى لاعب فوق ال 100. ديبالا فكك منه، كمان طلع لنا بوليسيتش اوفر 100. انا الاثنين هنبدلهم في الوقت الاضافي. ندخل بقى على اليوم الثالث، وهنا طبعا كالعاده عايزين يا اما سي في يا اما لاعب خط وسط، فنحط لاعب ضعيف في المراكز دي. يعني تعالى كده نحط نحط مثلا 65 مثلا، ما عندناش اصلا لعيبه في فرق 65 تخيل. نحط اي اوفر، نحط 63 نحطه مكان اللاعب اللي احنا عايزينه، نحطه مثلا مكان ستام، ونروح نفتح لاعب ضعيف مكان لاعب قوي، فيدينا ايه لاعب قوي. يا فيفا دي لازما كده عايزه واحد ذكي، وانا الذكي، فنشوف بقى ايه. شوف قلب الدفاع ال 107 اللي هيطلع لنا دلوقتي. اتفرج واحنا ايه راح فين الباك راحت فين؟ اتفرج ومالديني طالع لنا. اتفرج ومالديني، يعني اللهم مالديني، اللهم روديجر، اللهم اي كائن فيهم، يعني مالديني وروديجر اهو، ولا روديجر يعني راجل كده جميل، والولا فيرجيل فان دايك كده عامل كده والله، فيعني اللهم واحد فيهم يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم، مع باكة ال 3000 جوهرة للمرة ال 7000، هل لاعب قوي وخصوصا في قلب الدفاع؟ فبسم الله. الله معلم، على طول كده نفتح بسم الله. برتغال كريستيانو روبن دياش فعلا روبن دياش 104. يعني ليه يا روبن دياش؟ ما انت عندك كريستيانو عمل معاك حاجه يا ابني؟ يعني انا في مرتين طلع لي برتغال كريستيانو يا عم كريستيانو عامل لك ايه يعني؟ ما الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم. فللاسف روبن دياش من الباكه دي. كمان عندنا باكه دلوقتي كمان شويه في نمط التحدي هنروح نفتحها مع بعض، برضو بتدي لاعب من التوتو، كمان بتدي لعبه بتتباع، هنفتحها ونشوف هيطلع لنا فيها ايه. نبدل مع بعض كده الولا روبن دياش ونشوف هيبقى معانا. روبن دياش ب 60 نقطه، يعني احنا هيبقى معانا 370 نقطه، وروديجر زي ما قلنا روديجر ب 800 نقطه، يعني ايه شويه قليلين، وهنجيب روديجر ان شاء الله في الفرقه. يبقى حرفيا ختمت قلب خط الدفاع، فاندرسان حارس على اليمين، مين كان على اليمين؟ زانيتي على الشمال، زمبروتا اقوى ال بي في اللعبه واقوى 2 سي بي في اللعبه، تورام، وكمان كنت هجيب مين؟ روديجر. حرفيا انا ختمت خلاص، هكون ختمت طقم الدفاع. فب 370 نقطه دلوقتي عندنا باكه بقى نوعا ما المفروض الحظ فيها يكون كويس. لاقي هنا في نمط التحدي تدي لعيبه من 99 ل 107 من التوتي. هنلعب الماتشات دي في السريع ونرجع لكم مره ثانيه. فهنا طبعا خلصنا الماتشات، لاعب من 99 ل 107 من التوتي، وكمان لاعب من 93 ل 107 بيتباع، وان شاء الله بوك اوت، ان شاء الله بوك اوت يبقى لاعب فوق ال 100. هو يا ديبالا انت ايه؟ انا امك يلا، انا امك انت ايه يا عم؟ انا خايف ادخل الحمام والمصحف الاقي جوه هو عمر مرموش وبدري قاعدين جوه مستنيين والمصحف. اي باكه لو باكه من 105 هيطلع لي ديبالا ال 100. ايه يا عم؟ مش كده يا عم. فللاسف ديبالا عرفنا في الفيديو بتاع النهارده، وده كانت حصيلتنا النهارده. فلايكك واشتراكك، سلام يا معلم.